السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى طول بخير. معاكم مي من قناه مايوش ايه. النهارده فيديو جديد وهنعمل مع بعض مثبت مكياج. اولا كل الناس يعني انا اللي شفت فيديوهاتهم يعني اجمعوا ان ممكن مثبتات المكياج مش بتعمل حاجه من الف من اي ماركه تانية. يعني مش بترضيهم، يعني بيبقوا عايزين مثبت مكياج يقعد معاهم اليوم كله. فشفت فيديو تاني مثبت مكياج عملوه اللي احنا كلنا عارفينه، اللي هي الميه والجليسرين. بس انا ما حسيتهوش ان هو يعني هيكفي الغرض، يعني هيثبت لي المكياج، ما اظنش. فمن عندي ضفت عليه حاجه ثالثه وهوريها لكم النهارده في الفيديو. اول حاجه، اول ما عملت المثبت المكياج ده، عملته على السناب. البنات عارفين ان انا عملت مثبت مكياج جديد وقعدت اجرب فيه لحد ما الازازه خلصت، وجربته في كل الاحوال الجويه، يعني جربته الصبح في الحر، جربته بالليل، يعني في اي وقت بجربه فيه. وازازه باخدها معايا بره، يعني انا لو حرانه وحاسه ان المكياج بتاعي باظ بظبطه وارش عليه كده رشتين من اللي انا عاملاه، بحس ان انا لسه حاطاه دلوقتي. فحبيت افيدكم، حبيت اطلع لكم منتج رخيص جدا. يعني انتوا ممكن تلاقوا حاجات في البيت، ممكن تلاقوا من المنتجات اللي انا هحطها دي تكون اصلا عندكم. فهو مش غالي، وفي نفس الوقت ان انت اللي هتعمليه بنفسك وهتتحكمي في المقدار. لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه او جافه او عاديه في الصيف او في الشتاء، فانت اللي هتتحكمي في المنتج اللي انت هتعمليه. اول حاجه ان احنا عندنا ميه مفلتره او اللي هي المعدنيه، وانا هكتب لكم اسم الميه اللي انا استخدمتها تحت، وهي دي الميه المنتج ده اللي انا هكتبه لكم تحت في صندوق الوصف. هو ده اللي انا بستخدمه في كل حاجه، يعني بستخدمه في تثبيت المكياج وفي الشرب في كل حاجه. وطبعا الجليسرين ده جليسرين عادي، انت تروحي الصيدليه تقولي له عايزه جليسرين. والازازه دي كلها كانت سعرها تقريبا 4 جنيه، اهي مكتوب عليها 4 جنيه بس جليسرين عادي، مش جليسرين جروح، عشان في فرق. والمنتج اللي انا ضفته من عندي هو جونسون الباودر، بيبي باودر. يعني ممكن تستغربوا ان انا ضايفه بيبي باودر، بس بصراحه يعني اثبتت ان هي خيال. ومن كتر ما المثبت ده جامد جدا، انا عامله منه حاجتين. يعني انا عامله منه عندي ازازه فا خلصت وهي ازاز، فاستغلتها بدل ما ارميها واشتري ازازه كبيره ومش هلاقي اصلا ازازه، فاستغلت السبراي ده وعملت منه ازازه كبيره للبيت. يعني انا يعني دي لو في عندي بيوتي بلندر ببلها بالمنتج ده، وفي اخر المكياج برش برضه رشتين عشان يثبت لي. والمنتج اللي انا هعمله معاكم النهارده هو الازازه الصغيره دي، لان انا باخدها معايا بره. تمام، لما اخرج كده مع صحابي او حاجه باخدها معايا. فدي ازازه عاديه برضو، كانت اسبري جسم وخلصت واستغلتها في المنتج ده. ومعانا اللي هو ده مش عارفه اسمه ايه، هيبين عشان بس ننزل الحاجه فيه. تمام، يلا بقى بينا نبتدي. اول حاجه هحطها هي الجليسرين، وهستخدم معلقه. بالنسبه بقى لنقط الجليسرين، بصراحه لما حسيت ان انا حطيت نقطتين وكده، ما حسيتش ان هي عملت مفعول، فبحط بالمعلقه مش بحط بالنقط، لا بحط بكميه يعني. فانت لو بشرتك دهنيه قللي، لو بشرتك جافه في الصيف كتري. وطبعا على حسب، يعني كل بنوته عارفه بشرتها، ويعني كتري في الصيف، لكن في الشتاء ممكن تكون بشره شويه كويسه. هنحط بس معلقتين، انا بشرتي مختلطه وبحط معلقتين. تمام، دي اول معلقه. حطيت زياده شويه مش مشكله. تمام كده. دلوقتي بقى هحط الميه، لا هحط البودر عشان لما احط الميه بالقمع مش هتنزل، فاحط القمع ده. شايفين ولا مش شايفين؟ تمام كده شايفين. تمام، احط برضو معلقتين. لو انتي بشرتك دهنيه كتري في البودر، وقبل ما تستخدميه رجيه، عشان البودر بيبقى مترسب تحت فيترج، عشان بس ينزل. انا كده زودت اكتر من معلقتين شويه عشان انا بشرتي مختلطه.
ننزل كل البودر. خلاص كده كفايه. تمام. دلوقتي بقى الميه، هنحط الميه من غير القمع كده. خلاص هاجي هنطلع بره عادي، ونسيب مساحه علشان لما نيجي نركه. تمام. احنا كده خلصنا جليسرين وبودر وميه معدنيه، ونرجه اهو. خلاص بقى جاهز، في ثواني بقى جاهز. قبل ما تحطي مكياج رشي على بشرتك، هو اصلا ريحته بتبقى ريحه البيبي باودر. تمام. وبعد ما تخلصي المكياج رشي، لو انتي بتستخدمي فرش عشان اي شادو برضو رشي علشان تقوي الشادو. بعد ما تخلصي المكياج خالص برضو رشي رشتين. هتحسي ان وشك مبلول، خدي منديل وبالطبطبه كده، يعني مثلا كده وشنا مبلول، اعتبروا ان ده وشي عادي، يعني طبطبي كده وشيلي، هتلاقي بشرتك ناعمه جدا من البودر حتى لو انت حاطه بودر عاديه. وبالنسبه يا بنات للمنتج اللي احنا عاملينه مع بعض ده، حسب البشره المختلطه والبشره الدهنيه والجافه والعاديه، حسب لك المقادير اللي انت تحطيها في الصيف وفي الشتاء علشان مفيش اي بنوته تتلخبط. فانت انزلي تحت كده شويه في صندوق الوصف، هتلاقي البشره الدهنيه في الصيف المقادير، وفي الشتاء المقادير، وبرده بالنسبه للبشره المختلطه والعاديه والجافه وكل الحاجات دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه واستفدتوا منه. يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو انتوا عايزين تسالوا اي سؤال بالنسبه للمقادير او الحاجات دي اتفضلوا طبعا، وانا على طول هجاوبكم. شكرا على المتابعه يا بنات. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه. ان شاء الله نتقابل فيديو جديد، وما تنسوش تابعوني على سناب شات وفيسبوك وانستجرام وجروب الفيسبوك. واول ابلكيشن بفتحه اول ما اصحى من النوم هو الانستجرام والسناب شات. السناب شات عليه اليوم كله، فتابعوني بقى على السناب شات. وباي بنات، مع السلامه.